مساء الخير، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. الفيديو ده حابب أتناقش في نقطة مهمة جدا، هي إنه بنشوف على السوشيال ميديا كتير أو الناس بتسأل هو مفيش شغل. ده بنشوفه كتير جدا. كان في حد من بيزنس معروفين يعني في بودكاست قال لك الشغل اللي بيتعرض يوميا أكتر من الناس اللي هي تكون عايزة شغل أو بتقدم على شغل. ولكن انا ما ينفعش اتخرج او اخلص دراسة على خير واقعد كده ما خبطش على الباب، ما ادورش اشوف فرصة واثنين وثلاثة واقول ما فيش شغل. لازم ادور مرة واثنين وثلاثة. دي النقطة الثانية لازم اطور من نفسي. تمام، لازم انا اشوف اللغة بتاعتي ايه مستواها، ابدا احسن. ده رقم واحد. رقم اثنين، طب برامج الكمبيوتر، الاوفيس، الوورد والاكسل والباوربوينت، ايه مستوى فيهم، ايه الدنيا. سوفت سكيلز، مهارات التواصل الاجتماعي، التفاوض، كل ده. فنبدا اركز الحاجات دي قبل ما اقول ما فيش شغل. ابدا اشوف هل انا عامل بروفايل على اكونت لينكد ان، هل انا ظابط السي في بتاعي، هل حاجه كده شيك وحاجه قايمه ومرتب السي في بتاعي وكاتب كل الخانه تمام، واخدت كورسات وطورت من نفسي ولا لا. طب لو مش واخد كورسات، ابدا اخد كورسات. المنصات كتير اونلاين، يوديمي، كورسيرا، تيرا كورسز، كل دي منصات تقدر تاخد كورسات مجاني، واليوتيوب كذلك موجود. دي نقطة. طب النقطة الثانية برضو حابب انوه عليها كتير، لانه في ناس لما تيجي تسأل عن الشغل، حد مثلا تجي يدخل يقول لك مساء الخير او السلام عليكم، ويصبر انا مساء النور او عليكم السلام، عامل ايه. طب ايه الشغل المتاح؟ اقول له مثلا في كذا، ده مش لو مش مناسب معاك مثلا سيب الداتا احتفظ فيها. ففي ناس ما بترد، في ناس بيبقى اسلوبها في التعامل اللي هو ايه، يشوف المسج ما يردش، لا انا ما جيت شغل خلاص شكرا. او اللي هو لاقي كوميونيكيت اللي عايز اوصله خلاص، الكوميونيكيت او التواصل تلاقيه مش اللي هو فورمه. فانا المفروض داخل اتواصل مع اتش ار، مساء الخير ازي حضرتك، انا فلان فلاني، خبره مثلا سنتين في مجال البي ار، بدور على فرصه عمل كذا كذا في مكان كذا مثلا، وادي السي في اتفضل. انا فكرة مساء الخير، مساء النور، ياسين وما تردش، يعني كل ده مش لطيف، يعني فاهمني. بس فحاول مثلا لو مش مناسبة تتفاوض، طب ايه الانسب، طب ما تتابع ازاي، تشوف جروبات. ما اعتقدش في حد نتوركينج معاه كويسة، دي شبكة معارف كتير وهو ما مش لاقي شغل. اي ثينك انه نسبة كبيرة انه اي حد مش لاقي شغل ده حد قاعد ما تحركش حتى تمشي بنسبة 1%. للأمانة أنا من وجهة نظري والكوميونيتي اللي حواليا يعني ما شاء الله شايف فيه فرص كتير وثقة، يعني مش هننكر إنه فيه فرص للأسف مش موثوق منها، ولكن ده نسبة ضئيلة يعني. فمحتاجين قبل ما نقول ما فيش شغل يعني نسأل نفسينا، هل إحنا طورنا من نفسنا أو دفعنا كم أو بذلنا كم مجهود، مثلا 1% و 2% عشان أقول فعلا في الشغل. هل أنا مثلا طورت من نفسي، هل استثمرت في دماغي وانا بقول مفيش شغل انا قاعد في البيت وفكرتش اتعب حتى بنسبة 1%. فهو في شغل، احنا بنحاول نوضح الدنيا، بنحاول نخلق الدنيا او نخلي نظهر الجزء الايجابي، لانه الدنيا يعني بمدو برضه، مش هقول لك الدنيا سواد، بس محتاجة الانسان اللي بيسعى واللي يخبط هنا وهناك. مش بانك فشلت مرة خلاص كده انا ما جيت شغل، احبط مره خلاص شكرا، لا، مره والثانيه والثالثه مفيش مشكله عادي. وقال لك على رايي اللي هو كان فيديو يعني تحفيزي بيقول لك واحنا ورانا ايه، عادي فشلت مره واحاول مره ثانيه ثالثه. بس فدي خلاصه يعني. واتمنى يكون الدنيا وضحت لكم حتى لو بنسبه 1%. لو اي حد محتاج حاجه في السي في، في لينكد ان، اي استفسار، اي شاب داخل الجامعه، طبعا ربنا يوفقكم وربنا معاكم. ولو في اي حاجة as you like يعني enjoy your time لأي حد بيشوف الفيديو ده. متنسوناش بقى من دعمكم باللايك والكومنت والشير بحيث نوصل لأكبر عدد. شكرا.